شلونكم؟ شو اخباركم؟ بسوي معاكم اليوم مرقة لحم مع بطاطا عادية وبطاطا حلوة. طبعا انا المتابعيني على السناب لما قلت بروح اطبخ، لان انا عندي قناة على اليوتيوب، فانا اطبخ وانزل الطبخ اللي اسويه على قناتي. وراح نتابع مع بعض الحين ونشوف شنو راح نسوي. هني حطيت بالجدر بصل وزيت، نحركهم شوي. طبعا انا قصصت ثوم وراح احط ثوم معجون، راح احط لهم شوية واخلي شوية للاخر. نحرك، راح احط لهم شوية معجون. هني بحط لهم معجون ثوم زيادة لان المرقة تحب الثوم والبصل. نحرك. هني بعد ما صار لونهم حلو وطلعت ريحة الثوم راح احط اللحم مغسل وكل شيء. بسم الله. طبعا اللحم لازم نحركه، انا قلبته على الوجه الثاني، لازم ياخذ صدمة شوية من النار والزيت والبصل ياخذ النكهة كلها. الحين راح احط البهارات. هني قصرت النار، راح احط بهاراتي، راح احط فلفل اسود. بسم الله. انا ما اكثر بهارات لاني احب احس بنكهة الاكل. راح احط بسم الله شوية دارسين. هذا كله شيء راجع لكم. راح احط بهار لحم. بسم الله. راح احط شوية كزبرة مطحونة حلوة مع المرقة. شوية كمون. بسم الله. شوية بهار مشكل. بس كذي نحرك. أحب إن ريحة البهار تطلع معاي. نحركهم كلهم. الحين راح أحط معجون الطماط، هذا راح أحطه كله. ممكن أحتاج بعد واحد على حسب، بس أتوقع هذا كافي. بسم الله. طبعا لازم أحرك، أعلي شوي النار علشان تطلع المواد الحافظة من المعجون. بعد ما صار اللون كذي معاي، شوفوا شلون صار المعجون حلو شكله، تسبك مع اللحم. عندي هني 4 حبات طماط شايلة القشر عنهم مع راس ثوم، أحطهم كلهم. بسم الله. نحرك. طبعا الملح باللحم أنا أحطه آخر شي لما يستوي. الحين بحط شي لذيذ. طبعا أنا براويكم هذا الشي اللذيذ اللي هو العنب. أنا وايد أحب أحطه مع المرقة، عرفتوا؟ وايد لذيذ. بسم الله. أحط تقريبا نص البطل. اوكي. بعد شوي. لذيذ مو طبيعي. شوفوا، أنا هذه الإضافة لازم أضيفها مع المرقة، تعطيكم نكهة مو طبيعية. ما أحط ماي وايد، أحط له بعد شوية ماي، بس أبي هذا يتشرب شوية باللحم. الحين هني راح أحط ماي. بسم الله الرحمن الرحيم. وراح أخليه يغلي على النار لمدة 1.5 ساعة. أنا أحب اللحم منتهي. أوكي. وبعدين راح أتابع معاكم. كذي كافي. بحط لهم بعد معجون طماط. بحط بعد معجون طماط لأن أنا أحبها شوية ثقيلة المرقة. كذي صار شكل المرقة. طبعا بنص الوقت اللي أنا قلت عنه من 1 ل1.5 ساعة راح أحط البطاط وشي ثاني مع البطاط. تابعوني علشان نكمل طبختنا لذيذة. وفي طبعا أنا منقعة عيش بعد علشان أسوي مع العيش. هني حبيت أشارككم البطاطا هذه الحلوة الصغيرة. طبعا هي هذا لونها، مو اللون البرتقالي البطاطا العادية، وهذه البطاطا العادية. أنا راح أحطها مع المرقة
وهني حبيت اراويكم. طبعا هذه هي الصغيرة لونها اصفر نفس البطاطا العادية، وهذه البطاطا الامريكية اللي هي هذه، او البطاطا الحلوة اي كان نوعيتها. طبعا هي يصير طعمها لذيذ نفس القرع بالمرقة، وايد حلوة ولذيذة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله شحالاتهم، الريحة روعة. طبعا الحين بحط البطاط كله. الحين باجي نص ساعة على اللحم يستوي، فأنا هني أحط بسم الله البطاط كله مغسول ومنظف. والشي اللي قلت لكم بالبداية بحطه اللي هو نخي المكبوس أو الحمص. هني حطيت زيت بالجدر عشان أقلي العيش طبعا مغسل ومنقع. بسم الله. هني راح أحط بارسيل ورق غار، بسم الله، وشوية ملح بس. هذا هو. ونحرك بسم الله. نخليه لما يصير شوية ناشف الماي، بعدين أحبه شوية ياخذ لون وينشف من الماي اللي عليه، بعدين أحط له الماي. العيش صار جاهز حلو، صار ما في ماي ولا في شيء، أنا أحبه كذي. الحين راح أحط الماي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخليه نص ساعة على ما يستوي. أخليه أول شي يغلي، بعدين أقصر النار عليه وخلاص. الماء يكون سنتي فوق، يعني سنتي واحد فوق العيش. هذا المرق صار جاهز. مرقتنا ما شاء الله تبارك الله شحالاتها كله مستوي. شوفوا بالبطاط. الحين شنو أحط الثوم اللي خليته بالآخر. بسم الله. هذه اللمسة ضرورية آخر شيء. ونحط الملح، نعدل على الملح مالنا، وكذي أخليه 10 دقايق بس على ما ياخذ نكهة الثوم. بسم الله. الملح اختياري حسب الرغبة. اوكي، نعدل على ملحنا وبس. مرقتنا صارت جاهزة ما شاء الله تبارك الله، ريحتها مو طبيعية. طبعا انا ذقت شوية طعمها يجنن. وهذا العيش ما شاء الله نثري بشحالاته، حطيت فوق البطاط واللحم. الحين بنجيب معاكم شوي عشان نذوق. طبعا هو صار عشاء مو غدا. بسم الله. ناخذ قطعة لحم، ناخذ من هذه البطاطا اللذيذة، شوية مرقة، أذوق معاكم. شوفوا شلون مستوية. بسم الله. طعمها يجنن. نشوف اللحم تعال شلون مستوي. يجنن. وايد حلو. جربوا الطبق وقولوا لي رايكم. علينا وعليكم ألف ألف عافية.